وهكذا أيها الناس من مظاهر الفساد لهو قطيعة الأرحام. قطيعة الأرحام هذا أيضا من مظاهر الفساد، وكم يحصل بسبب هذه القطيعة من فساد عظيم، وربما يحصل القتل والقتال والهجران وإلى غير ذلك بسبب قطيعة الأرحام وعدم وصل الأرحام. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الأرحام من أسباب الفساد في هذه الأرض. هؤلاء أرحام حقهم الصلة، فإذا قطعهم الإنسان حصل ما حصل من الشر والفساد الذي لا يعلمه إلا الله، من البغضاء، من التناحر، من غير ذلك مما يحصل بسبب القطيعة. ولما خلق الله عز وجل الرحم قامت وقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. فقال الله عز وجل لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية، والحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فيا أيها الناس، هذا أيضا مظهر من مظاهر الفساد. ولهذا إذا رأيت أرحاما متقاطعين، أرحاما متهاجرين يحصل من الشر والفساد ما الله به